السلام عليكم خاوتي واخواتي، ومرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو مع قناتكم إيكغيك تي دي زد، وين دايما نجيب لكم اهم اخبار الجزائر. في الاخبار عندنا الامارات العربيه تدعم فرنسا في قضيه مقتل الشاب نائل ولم تتضامن ابدا مع الجزائر. ايضا كما راح تشوفوا معنا في الاخبار، الرئيس ماكرون غاضب جدا من الجزائريين في فرنسا ويتوعدهم واحدا واحدا. أخيرا في الأخبار، في حادثة تعد الثانية من نوعها هذا العام، شاب يرجع له بصره أثناء صلاته وقصته تذهل الجزائريين. كما شفتوا خاوتي، هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم، ابقوا معنا حتى الآخر باش تعرفوا قاع التفاصيل. قبل ما نبدأ هذا الفيديو أيضا أرجوكم خاوتي ادعموا أخوكم بالضغط على زر الإعجاب. كما على بالكم قناتنا هذه الأيام راهي تتعرض لحملات السينيال إلى راهي تنهال على هذه القناة. نتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب، هذا راح يساعدنا بزاف. شكرا. لما نطول عليكم هيا الى الاخبار. في الخبر الاول راح نهضروا كيفاش الامارات العربيه تدعم فرنسا في قضيه مقتل الشاب نائل الجزائري واللي عايش في فرنسا. الان كما على بالكم صارت الكثير من المشاكل بين الجزائر وفرنسا، وعفوا بين الجزائر والامارات العربيه المتحده. بسبب الإمارات قام رئيس عبد المجيد تبون بطرد وزير الاتصال الجزائري، وكانت هناك الكثير من الإشاعات تقول أنه هنالك جواسيس إمارات يعملون لصالح الكيان الصهيوني. أيضا إشاعات أخرى قالت أن الإمارات العربية المتحدة صوتت ضد الجزائر في مجلس الأمن. كل هذه الأمور ما كانش عندنا دلائل عليها، ولكن كانت بعض المصادر تقول أنها متأكدة 100%. لكن الآن الإمارات أظهرت وجهها الحقيقي، وهذا الأمر نقدروا نشوفوه نتأكدوا منه، لأن الإمارات راهي متضامنة مع الحكومة الفرنسية ضد الاحتجاجات اللي صارية حول مقتل الشاب نائل الجزائري. الإمارات عمرها ما خرجت وتضامنت مع الشاب الجزائري إلى أنها تضامنت مع فرنسا، الأمر اللي خلى قناعها يسقط أخيرا، والكثير يتأكد من الحقيقة الشيطانية للإمارات، حيث في وقت لم تعلق فيه على عنصرية الشرطة الفرنسية واغتيال الشاب نائل من أصول جزائرية، أعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة على ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون في البلد الأوروبي. وش دخلك في البلد الأوروبي؟ عندك إنسان عربي يعني من نفس دمك بين قوسين تم قتله من طرف العنصريين الفرنسيين. وش دخلنا احنا في أوروبا؟ نورمالمون المسلمين يجوا مع المسلمين، لا. أيضا في هذه الحالة الأوروبيين هم اللي راهم غالطين، لكن المنعول تاع الاماراتي ما جاش مع الجزائر، وانما جاء مع فرنسا ومع الدول الاوروبيه، راهي شيت باش يكسب المنافع تاعو كما طول حياته يدير. ايضا اكدت وزاره الخارجيه الاماراتيه في بيان لها ثقتها في قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن فرنسا تعد مثالا للدولة التي تراعي مصالح شعبها. نعم، تموت عليهم سكوت برك. وأشار الوزارة إلى موقف دولة الإمارات الداعي إلى تحقيق الاستقرار والأمن وحماية المنشآت المدنية ومؤسسات الدولة. في حين كما راكم تشوفوا معايا الإمارات ما ندتش بأعمال العنصرية التي يتعرض لها المسلمين وأيضا الجزائريين في فرنسا. هذا يثبت وجهة نظر الإمارات، وربما حقا الإمارات صوتت ضد الجزائر في مجلس الأمن، لأنها في الأخير ادت لها بلاصتها في مقعد مجلس الأمن غير الدائم. وأيضا ربما الإمارات كانت حقا تتجسس على الجزائر لصالح الكيان الصهيوني. من رأيكم خالتي واخوتي في هذا الموضوع؟ وهل فاجأكم صراحة؟ خبرونا لكم في التعليقات. بخصوص أيضا فرنسا والشاب نائل، رئيس ماكرون غاضب جدا من الجزائريين في فرنسا ويتوعدهم. الآن كما على بالكم وكي انطلقت هذه قضية مقتل الشاب الجزائري نائل القاصر اللي في عمره 17 سنة من طرف الشرطة الفرنسية، أحدث هذا غضبا كبيرا في الشوارع الفرنسية، وأصبحت فرنسا يعني حرفيا أصبحت ساحة حرب، وين المحتجين كانوا بعنف يحرقون السيارات والمحلات. هذا الأمر خلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غاضب. في الأول رئيس حاول يخرج باش يهدي الأوضاع في الشوارع الفرنسية، وقال لهم باللي أمر مقتل طفل قاصر غير مقبول مهما كانت الظروف.
ايضا خرجت موراه زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبين وقالت له بلي راك غلط، نورمالمون انت ما تجيش مع الشرطي مباشرة، تجي مع ما تجيش مع الطفل مباشرة، تجي مع الشرطي. خلينا انا قلت لهذوك المسلمين نورمال وليسونسيال هكذا. هذه هي يعني لا كلام تاع واش قالت ماري لوبين. الان ماكرون راه بدل العقليه وخرج غاضب وقال لهم باللي لينا حكموه يخلصها غاليه اللي راه يدير في اعمال الشغب، لانه اعمال الشغب الان في فرنسا فاقت النطاق، ولو المحتجين يدخلوا يكسروا الحوانت ويسرقوا التليفونات ويسرقوا الالبسه لقاو غلطهم. لكن طبعا الاوضاع في فرنسا الان راني نستشفى واش راني نشوف، انتم عليه عنصريين، انتم عليه تخلطوا في الناس المسلمه والجزائريه اللي راهي بعيد عليكم كل البعد. ايضا من بين التصريحات اللي قالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عقب الاحتجاجات الاخيره اللي راهي في فرنسا، قال باللي الوضع الان في فرنسا اصبح غير مقبول تماما، وزاد قال ماكرون انه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقوم باعمال نهب او يهاجم مؤسسات الدوله مثل ما شفنا في الفيديوهات. ايضا ماكرون قال أنه اتخذ قرارا بإلغاء العديد من الفعاليات في عدد من المناطق حماية للمواطنين وللسياح أيضا. وأيضا قال أن ثلث المعتقلين الليلة الماضية هم من المراهقين، وهذه هي مسؤولية أوليائهم، في إشارة أنه راح تحاكمهم الدولة على أساس أنهم بالغين رغم أنهم مراهقين، وقال بلي والديهم هم اللي يتحملوا مسؤوليتهم. وفي الأخير أضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت لها دورا كبيرا في الأحداث التي شهدتها فرنسا خلال الأيام الأخيرة. طبعا لو كان مشي مواقع التواصل الاجتماعي الثورة ما تنوضش والناس ما تعرفش باللي كاين عنصرية كبيرة في فرنسا ضد المسلمين وضد الجزائريين. فنشكر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله تكون دائما منارة لكل الجزائريين وكل العالم باش يشوفوا الحقيقة. من رأيكم خوتي في هذا الموضوع؟ خبرونا لكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار راح نشارك معكم فيديو خاطئ البوليتيك والمشاكل، يعني هذا النوع من الفيديوهات اللي راني نحاول نديرها جديد، وإذا شئت بلي عجبكم منه نكثروا منهم. في حادثة تعد الثانية من نوعها هذا العام، شاب يرجع له بصره أثناء صلاته للمغرب وقصته تذهل الجزائريين. خليني نعود بكم قليلا إلى القصة السابقة، وين شخص مؤذن أصيب بالعامة، وفجأة قرروا يعني يجمعوا له مبلغ من المال ويرسلوه يدير عمرة. كي راح للعمرة وبمجرد دخوله إلى مكة المكرمة وكي شاف يعني كي وقف قدام الكعبة البصر تاعو بدا يرجع له، ومنا يعني هذا القصة انفجرت في الجزائر وأصبح الكل يتحدث عنها. هذا الأمر تكرر الآن. شاب جزائري راح يصلي المغرب في المسجد رغم أنه أعمى، ولكن في صلاته وفي الركعة الثالثة أو لا عفوا في السجدة الثالثة رجع له البصر تاعو وتشوك السيد. خليني نوريكم الفيديو ولا مقطع فقط من الفيديو باش تشوفوا هذه القصة. وقت المغرب احكي لنا القصة تاعك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين هي كل شيء. الحادثة هذه راه عندي حوالي 2 سنين فقد البصر، فقدتها بسبب زلجت طحت على راسي، والحمد لله يا ربي بحال رجعتها فاني في الصلاة في المسجد ساجد السجدة الأخيرة، حليت عينيها شفت النور بحال من الحمد لله. أنا من الوضوء تبالي من الوضوء للصلاة وقت 1.5 عام بحال 1.5 عام. بلي ما تروح دائما؟ لا المسجد أنا بصحتي وكنت المسجد وانا بصحتي. رحت فوت من قبل؟ فوت ورحت للجلفة، رحت عند الكوبيين، رحت للبشار، رحت لتلمسان، رحت للوهران، رحت حتى للجزائر فرانس فانون. يقولوا لي عندك تلف جزئي في العصب النظري. التلف الجزئي العصب النظري حاولت باش نشوف في تونس ولا في تونس يخوفون، من بعد قال لك ودي نرسلوا لإسبانيا فاني درنا هاك وهاك وتقوموها رجال، قالك تحت 1,370 مليون، بصح ماشي الدراهم هي اللي تهم. الحمد لله يا ربي بحال انت كي رحت منا يا اخي ماكش تشوف، ما تشوف والو؟ ما نشوفش. مع من رحت للجامع؟ الجامع هوت وحدي
وتبلع صار. وراني والفت وحدي، نهود وحدي، مقيد شحال من متر، شحال من خطوة، دودانات، شجرة لازم تلمسها، عندي 2 دودانات لازم نلقاهم في الطريق. صلاة المغرب. صلاة المغرب. واش من ركعة؟ الركعة الثالثة السجدة الأولى. الركعة الثالثة السجدة الأولى. شفت؟ الأولى شفت حاجة صفرا ما بانتليش، أنا شفت سوريا وصعيب، حتى كي تلفت الشخص كيما راني نخسر فيه كيما كنشوف في واحد لابس الأبيض، شديته من ذراعه وقعدت نزير عليه، ما بغاش يتجاوب معايا، نعاود نتزاوج، هو اللي نعرفه، قعدت نزير عليه شغل نأثر عليه، ندور الله في وجهه غير باش يقول لي راك تشوف، والو ما قاعد نتأكد على الصلاة تاعه، نعاود نزير نزير حتى سجدوا، كي سجدوا نشوف المصلين هودوا، سجد الزوج عليها ونبقى متشرع، نشوف فيهم هودوا، كي جيتهم هودوا شغل تأكدت وما تأكدتش، شغل السفورية غبتني الضوء شوية خاوي، كي تحاو نسمع السيد سبحان الله سبحان الله، تحاو قال لي مالك تحمل، قلت له نشوف، قال لي الحمد لله الحمد لله، ثم تأكد، من ثم فقدت الوعي ما بيش بروحي حتى لقيت روحي عند الإمام وغملتني شوية الدمعة، ما قاعدش نشوف الشعور تاعك في ذيك. وش راكم خوتي في هذا الموضوع؟ يعني كي حطيت انا الفيديو تاع الشخص اللي راح للكعبه ورجع له البصر تاعو، شفت بعض التعليقات تقول باللي هذو راهم يديروها باش يجيبوا المشاهدات ولكن انا ظنيت، يعني مانيش متاكد من صحه ما الذي يقوله، سواء اللي راح للكعبه ولا اللي راح للمسجد يصلي، ولكن هنالك اناس تعرفهم، واذا كان اعمى سير تكون ناس تعرفه قبل ما يكون اعمى. مالا هذه القصه راح تكون بالنسبه ليه فضيحه اذا كان يكذب. انتم اخواتي وش رايكم في هذه المواضيع؟ خبرونا لكم في التعليقات. كما شفتوا اخواتي واخوتي رانا شاركنا معكم ابرز عناوين اخبار اليوم. اذا عجبكم هذا الفيديو ارجوكم ادعمونا بالضغط على زر الاعجاب، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، كل هذا راح يدعمنا نتصدى والحملات الصينيه. شكرا على المشاهده والى اللقاء.